فيلم قبلة في الصحراء. سنة 1926 وصل اسكندرية شابين فلسطينيين، إبراهيم لاما وبدر لاما. كان معاهم معدات تصوير، عملوا شركة إنتاج وسموها كوندور فيلم، وقرروا ينتجوا أول فيلم عربي طويل صامت، وهو فيلم قبلة في الصحراء. أجروا فيلا في حي فيكتوريا في اسكندرية وحولوا مكان واسع فيها لبلاتو تصوير اللي تصور فيه المشاهد الداخلي. الخارجي صوروه في الشوارع والصحراء. إبراهيم لاما كتب القصة، وطبعا أخوه بدر عمل بطولة الفيلم. هيلدا البنت الأجنبية بتحب شفيق الشاب الإعرابي الشهم. أهل القرية بيتهموه بقتل عمه اللي كان فيه دايما ما بينهم خلافات. بيهرب شفيق للصحراء وبينضم لعصابة قطاع طرق. في يوم بتهجم العصابة على قافلة معدية بالصدفة فيها هيلدا حبيبة شفيق. هيلدا ما بتعرفوش عشان هو ملثم، بس بتعرفه منين؟ من السيف اللي في وسطه. بترجع له وبيقول لها لا ما اقدرش ارجع معاكي، وبنشوف اول قبلة في الصحراء. شفيق بيحاول يمنع العصابة انها تهجم على القافلة عشان فيها حبيبته. 3 من العصابة بيخطفوا هيلدا وشفيق بينقذها. بيجي محمود صاحبه بيبلغه انه طلع براءة من قتل عمه، وبتنتهي قصة الحب نهاية سعيدة. وبنشوف في الفيلم اول قبلة في الصحراء. تابعونا.